تمرينة بجد بمعنى كلمة بجد، مش تمرينة اللي إحنا بنمسك فيها التليفون المفروض ما بيدخلش الgym أصلًا، ما علينا من القصة دي دلوقتي. فأنت المفروض بتتمرّن جد من 30 ل45 دقيقة بمعنى الكلمة. دي حاجة أنا عايز أقولها ومعلش اعذرني فيها، لو في حد بيقعد في الgym وهنا أنا مش باقول على الناس اللي بتجهّز بطولات أو الناس اللي بتاخد steroids لإن الناس دي ما شاء الله عندها قدرة وقوة تحمُّل فعلًا تخلّيهم يقعدوا وقت طويل في الgym، ولكن باستثناء الفئة دي، كشخص عادي زيّنا داخل الgym عشان يتمرّن، لو أنت بتقعد في الgym ساعة أو ساعة ونُص أو ما شابه ذلك، فأنا آسف، حضرتك في جزء من التمرين أصلًا مش بتتمرّنه بجد، لإن لو حضرتك بتتمرّن بجد وبتوصل للفشل العضلي بمعنى الكلمة، مش هتكمّل 40 دقيقة أو بالكتير 50 دقيقة لو الجسم يعني مساعد شوية، فمعلش استحملني في الكلمة دي، بس ده من اللي أنا باشوفه في الgym. طيب ده إحنا قُلنا عليه أول فرق وأهم فرق هي نقطة الوقت بتاعي يسمح بإيه. في حاجة كمان لو أنت حد بقى لك فترة كبيرة بتتمرّن في الgym عدّيت تقريبًا سنتين أو سنة ونُص، المفروض إن أنت العضلة بتاعتك بتمرّنها مرّتين في الأسبوع، حتى لو نوعًا ما الأكل ضعيف شوية. طيب ليه؟ لإن أنت بما إنّك بقى لك سنة ونُص مستمر في الgym أو أكتر، فجسمك عرف معظم أشكال التمرين وعرف معظم الأوزان اللي أنت بتشيلها، فمحتاج أولًا بتزوّد أوزان وبتزوّد كثافة التمرين بتاعتك، ثانيًا بتحتاج إن أنت تضرب العضلة أو تدوس أو تمرّن العضلة أكتر من مرّة في الأسبوع، ومرّتين حلوين جدًا، دول كده أهم الفروقات بين النظامين اللي إحنا قُلنا عليهم الBruce Split والPush Pull Leg. طيب يا يوسف لو أنا مليان شوية أو لو أنا رفيّع برضه زيادة شوية، المفروض أتمرّن إيه؟ وهل النظام ده المفروض أغيّره في وقت أتمرّن الBruce Split أو كل يوم عضلة وفي وقت تاني أتمرّن الPush Pull Leg